يا اخي التيشيرت دي فيها حاجه غلط، فيها سحر، تحس ان هي راكبها حاجه. لو لبستها ونزلت لعبت دوره رمضانيه، اوعدك انك هتبقى هداف الدوره الرمضانيه وهتكسب. اقول لك على حاجه، خلي فرقتك كلها تلبس تيشيرتات ريال مدريد يا باشا، وهتاخد يا باشا البطوله، وحلال عليك المكسب. وبقول لك ايه، اسمعها مني وخدها مني نصيحه. انا عارف انا بقول لك ايه، انا التيشيرت دي انا اصلا يعني عارفها. تلبسها يا باشا عادي، يتلعب عليك ماتش من فيريال اللي هو خامس الدوري 44 نقطة، وانت حضرتك 57 نقطة ومحتاج تكسب، والدنيا معاك صعبة، ولسه لاعب يوم الاربع ماتش 120 دقيقة ديربي وبتاع ودوري ابطال، وعايز تتأهل وتطلع لدور الثمانية عشان تبقى بالنسبة لك بقى خلاص طريق ال 16. احنا كنا اتكلمنا فيها كتير. لا لا لا، انسى انسى يا باشا. ايه بقى، ريحت يومين تعبان؟ لا لا، ما تقلقش ما تقلقش، مفيش مشكله. لابس تيشيرت انت كويس حقيقي، لابس تيشيرت تحس ان انت ايه، عارف انت برد الشتاء كده لما تبقى لابس كلسون، هو ده يا باشا. هو تيشيرت ريال مدريد دي في بالظبط في الشتاء تحس انك لابس الكلسون، وما تقلقش، متدفي متدفي والدنيا سالكه معاك. يبقى عندك كورتوا، يتشاط الراجل عليه 23 شوطه منهم 10 على الجون. لو اي جون تاني وكويس، اوعدك بجد بمنتهى الامانه على الاقل 6 7 اجوان. ريال مدريد النهارده عادي جدا 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 الماتش بالنسبه لي يخلص 7-6، الموضوع ما فيهوش نقاش. بس عندك كورتوا، كورتوا اللي صد من الفاريز في اتلتيكو قدام اتلتيكو مدريد، وهم بيلعبوهم وعرف ان هم يوصلوا بنالتيات، والراجل عرف يتصدى للبنالتيات وعرف ان هو يأهل الفريق. والنهارده كورتوا قدام الفاريال، الراجل سد منيع بامانه، ما بتشطش عليه ده يا حبيبي، ما تشطش، ما تتعبش نفسك. كورتوا عشان يجي فيه جون لازم كان يبرك على الارض، لازم يبقى فيه الكوره فيها غلطه والراجل يقع عشان خاطر الكوره في الاخر تعرف تدخل فيه جون. غير كده كورتوا ما تدخلش فيه جوان، ما تعبش نفسك. هقول ايه، اقول ايه، ناس عندها فريق وعندها كورتوا وعندها حاجات حلوه، وناس تانية مش عارفين نشوف اي حاجه والله العظيم. يعني والله بجد، يعني يعني من يعني انا مش عارف انا ليه لابس التيشيرت دي، يعني التيشيرت دي حقيقي. يعني انا كواحد بشجع مانشستر سيتي، بحس ان هي بتتعب لي اعصابي، بتتعب لي نفسيا. بحب البسها دايما لما ريال مدريد يكون بيخسر من برشلونه، حقيقي بجد. واحب البسها لما الاقي ريال مدريد يكون بيخسر. بس ريال مدريد يخسر ايه؟ ريال مدريد فيه تكتيك، مفيش تكتيك مش فارقه. ريال مدريد بيبقى عادي جدا عندك لعيب او اتنين بيشيلوا الماتش. يعني انت النهارده عندك كورتوا، عندك بلينجهام، عندك امبابي، عندك واحد زي ابراهيم دياز، وكل سنه طيب ورد مع الباقي. من غير فينيسيوس جونيور مش مشكله، عادي ينزل يلعب الماتش النهارده برودريجو، يلعب احسن من فيني مليون مره. اه ما يتوفقش وما يعرفش يجيب جوان، بس عندك في الاخر الجبهه اليمين بتاعت ابراهيم دياز تمام، عارف ان هو يخطف الجونين، ومبابي يسجل الهدفين ويتبسط وخلاص، وكل سنه طيب. واقول لك على حاجه، كنت فاكر ان السكريبت بصراحه بتاع الموسم ده ان مبابي يروح ريال مدريد، ريال مدريد مثلا يخرج من الملحق. قلت بقى خلاص مبابي هيروح ريال مدريد ويخرج من الملحق والدنيا هتقفل في وشه وبتاع. ده في وش مين؟ اقول لك على حاجه، امبابي اخر الموسم الهداف. اقول لك على حاجه، امبابي اخر الموسم بالندور. اقول لك على حاجه، امبابي هيحقق احلامه كلها مع ريال مدريد. هي دي ريال مدريد مع الجهاد العمري. فهنتكلم كوره، وتعالى بقى احكي لك على الماتش، واحكي لك على متعه ريال مدريد في ان هو دلوقتي يعني اول الليجا. هو 60 نقطه، فاضل برشلونه ماتشين مؤجلين، مش ماتشين مؤجلين، ماتش لسه ما لعبوش بتاع اتلتيكو مدريد، والماتش بتاع اوساسونا اللي اتاجل. وهنشوف هل يا ترى برشلونه هيعرف ان هو يركب ريال مدريد ان شاء الله، ولا التيشيرت دي زي ما قلت لك راكبها حاجه. يلا بينا نبتدي. والله زي ما قلت لك اللعيبه كانت مجهده النهارده، وكان واضح عليها وكان باين جدا، وبالذات في اخر الماتش اللعيبه كانت واقعه بدنيا. مش طبيعي ان انت تريح خميس وجمعه بعد ماتش 120 دقيقه وتنزل تلعب قدام فيا ريال، وماتش صعب جدا جدا جدا، وبتلعب عندهم في ارضهم في المدريجال. فالموضوع مش سهل خالص. فكره ان انت بقى ابتديت الماتش، انشيلوتي ابتدى الماتش ازاي؟ حراسه المرمى كورتوا، باك يمين لوكاس فاسكيز، جنبه تشاوميني، اسانسيو على الشمال، فران جارسيا طبعا بعد اصابه مندي اللي هتطول، وفي النص فالفيردي وكامافينجا، على اليمين ابراهيم دياز، في النص بلينجهام، على الشمال رودريجو، وطبعا كمركز 9 كيليان امبابي. ريال مدريد اول ماتش ما شفتوش حقيقي. ايوزي بيريز صراحه يعني شخرم كورتوا، او شخرم دفاع ريال مدريد، بس هو مش شخرمش كورتوا، لان الدقيقه الرابعه الراجل شاط شوطه مرعبه، كورتوا تصدى لها تصدي خارق. بص، هقعد اقول لك بقى تصدي خارق تصدي خارق تصدي خارق، فاهم؟ خليني اقول لك تصدي عادي وانت تخيله بقى، فاهم؟ يعني انت روح بدماغك لابعد حته انت ممكن تتخيلها، لان انا مش متخيل ان ممكن حارس مرمى يكون بيعمل كده كل الماتش. انا لما شفت اليسون قدام باريس سان جيرمان في الماتش الاولاني كنت قاعد بسقف وعندي انبهار. لما كنت قاعد بتفرج على دوناروما في الماتش الثاني بتاع قدام ليفربول في العوده، برضه كان عندي انبهار. بس اكتشفت ان في كورتوا
بيقدم الكلام ده كل ماتش عادي، يعني عادي جدا قدام اتلتيكو مدريد يعمل كده في ماتش العوده، قدام فيا ريال يعمل كده وعادي. اقول لك على حاجه، لو اخد البطولات دي كلها الموسم ده، حقيقي الراجل ده محتاج يتكرم، يعني حقيقي الراجل ده محتاج ياخد البالون دور عادي، يعني يبقى حارس مرمى ياخد البالون دور، يستحقها بصراحه. قاعد بيعمل حاجات مش منطقيه اصلا. الدقيقه السادسه برضه ايوزي بيريز الراجل يشوط وبرضه تصدي، فاهم؟ عادي. الدقيقه السابعه يجي لهم كورنر بعد التصدي بقى اللي ايه اللي شاط ايوزي بيريز وتصدى له كورتوا، تخرج كورنر، يعني واحده كورنر. الراجل يترفع الكروس من هنا، شويه عشوائيه كده في قلوب الدفاع وفي خط في حته منطقه ال 18. فالراجل فويث الباك رايت بتاع فيا ريال يحطها ويسجل الهدف الاول عن طريق عشوائيه مفرطه. تمام، الراجل بص ده وش ضهر يا راجل. الدقيقه التاسعه بوتشانين يشوط شوطه برضه على كورتوا وبرضه مرعبه، تصدي مفيش مشكله. امبابي بقى بص، الهدف الاول بتاع الدقيقه 16 او الدقيقه 17 ده في هجمه غير طبيعيه غير مفهوم بصراحه. انا الفرقه علموني ان الفرقه اللي بتنزل الارض بتاع الملعب بيبقوا 11، بس انا شفت النهارده ريال مدريد كانوا بيلعبوا عادي جدا في الهدف الاولاني والهدف الثاني ثلاثه. يعني ايه ثلاثه؟ اقول لك انا يعني ايه ثلاثه. بص بقى، ده 16 امبابي باص الكره لبيلينجهام، بيلينجهام باص الكره لابراهيم دياز على الجنب اليمين، ابراهيم دياز رجعها تاني لبيلينجهام، ابراهيم دياز دخل في العمق، بيلينجهام باصها له، ابراهيم دياز اخد خطوه، عمل فنتايه للجون، قام الجون وقع، جه يحطها تشيب، قام الجون تصدى لها. رجعت لمين بقى؟ رجعت لمبابي، لقيته قام حطها جون عادي. هي الكرة عايزاك، خلاص خلاص خلصت. الهدف الاول ده 17، يعني بابي شوط شوطه، او بابي شوط شوطه حلوه جدا لفيريال، جدا مرعبه جدا برجله الشمال على الزاويه المفروض الشمال بتاعت كورتوا. الراجل برضه بيطير عادي جدا وبيصد وبيعمل كل ما فيش. الفرقه دي ما بيدخلش فيها جوان، يعني خلاص هو كانت غلطه، فاهم؟ غلطه وندمان عليها. وفيريال حقيقي يعني الاخطاء فكره ان انت بتشوط وكل كره شكلها حلو وكل كره ما بتجيش، خلاص بتعرف بقى اللي جاي، فاهم؟ تعالى يا باشا من اتلتيكو مدريد حصلت معاه برضه. الدقيقه 22 ابراهيم دياز من على الشمال، الراجل يقلب ويروح على الشمال ورودريجو يروح على اليمين، هي هجمه واحده، هجمه واحده بس يغير بيها الكلام ده كله. هو ده التكتيك بتاع انشيلوتي الوحيد اللي بيعمله، يقلب يا باشا الملعب يا باشا، كل واحد في حته، او يفضي الملعب في ناحيه ويحط وايه ويخلي المساحه واحد لواحد في حته. هو ده، يا اما دي يا اما دي. بس هو لا، المره دي قلب وخلى ابراهيم دياز على الشمال. ابراهيم دياز على الشمال يباصي الكره لمبابي، يباصي لفالفيردي على اليمين، يباصي لوكاس فاسكيز، لوكاس فاسكيز يعمل باصه بالعرض، تعدي من رودريجو تقوم جايه لمبابي، الراجل يشوطها يجيب جول. الهدف الثاني دنيا سهله، يفضل يتعمل عليك بقى الشوطات وهجمات وجوان وبتاع. ماتش كله فيا ريال بتلعب من على الناحيه اليمين، بتلعب من على ناحيه رودريجو وبتلعب من على ناحيه فران جارسيا. كل الكور بتعمل كروسات من قبل خط ال 18، كل الكور مرعبه، والكوره اللي ما بتتلعبش بالهيد بترد، فاهم؟ عندهم هناك في فيا ريال بيلعبوا على اتنين لعيبه خط نص، الاتنين اي واحد فيهم بياخد الكرة تك يقوم شايط، وربنا بقى يوفق، فاهم يا باشا؟ بقى زي ما تيجي تيجي، بس للاسف الحظوظ بتاعتهم ما خدمتهمش. يا باشا دخلنا على الشوط الثاني، الشوط الثاني نفس الكلام، فيريال ماسك كوره وبيعمل هجمات خطيره ومرعبه على ريال مدريد. انشيلوتي ما اعرفش بقى هو بيفكر فيها ازاي، بس هو الدقيقه 60 حس ان هو قال لك لا، طب ما انا بدام انا قاعد بتشخرم كده دفاعيا، انا اعمل بقى ايه؟ تبديل هجومي. تبديل هجومي، اخرج ابراهيم دياز وانزل فيني واخلي رودريجو يروح الناحيه الثانيه. ماشي تمام، حلو حاجه، بس هي دي بالنسبه لك الفكره؟ قال لك ماشي. هخرج بقى اسانسيو وانزل روديجر عشان يمسك الدفاع، ماشي. مع اني ما حسيتش ان المشكله كانت في اسانسيو، كنت حاسس لحد ما شويتين ثلاثه اربعه مشكله في تشاوميني، بس هو ممكن يكون خرج اسانسيو عشان خاطر الراجل يعني رايح يعني يمثل اسبانيا في التوقف الدولي الجاي، فممكن يا عم مش مشكله، ممكن نعديها ونختار ان هي تبقى الاجابه دي علشان انت مهتم بان انت الراجل بتاعك يلعب في اسبانيا، ماشي مفيش مشكله. دي 64 يخرج رودريجو اللي هو كان جابه عيني على اليمين، الراجل ما لحقش، الراجل راح على اليمين من هنا قام خرج، ونزل مودريتش، قال لك لا انا همسك بقى خط النص علشان الفرقه كده باظت. تمام، عملت كده حضرتك، مفيش اي حاجه بتحصل مفيده خالص. كل اللي اتعمل الدقيقه 65 كورنر يجي ريال مدريد يترفع، تترد فالفيردي، انت فاهم بقى الراجل بتاع الفيرست تايم، الراجل ما اعرفش ازاي بيعرف يشوط او يعبي كل كوره من بره ال 18 فيرست تايم، يشوطها المره دي فيرست تايم بس تيجي
خفيفه بس شويه وتيجي على الارض فالجون يعرف يتصدى لها. آه، في الاخر يتفوق ريال مدريد يعني، ويبقى اول الدوري ب 60 نقطه. ويعني الغريم بتاعه، او يعني بما ان انا يعني ما بحبش ريال مدريد قوي وممكن اكون ميال اكتر لبرشلونه، فاقول لك لحد ما النص غريم بتاعي اللي هو ريال مدريد اول الدوري، مستني ماتشين لبرشلونه ويشوف الدنيا فيها ايه. هل يا ترى برشلونه هيعرف يتفوق على اتلتيكو مدريد بكره ويعرف يحصد ال 60 نقطه ويبقى سابق ريال مدريد بعدد الاهداف؟ وهل يا ترى برشلونه قدام مباراه اوساسونا المؤجله لو عرف ان هو يحصد 3 نقط ويخلص الدنيا ويريح دماغه؟ ولا هل يا ترى بقى برشلونه، وانت اصل انت عارف برشلونه وهانز فليك عندهم حاجه كده، يحب يقول لك ايه، احب العب الصعب، احب افضل ايه، احسهم ان انا بنافس، لا يحسهم ان هم بينافسوني لحد اخر مباراه خالص، وفي الاخر اضيع الدوري. عادي، تحصل، وبتحصل وهتحصل. وده التخيل وده اللي انا شايفه وده اللي انا خايف منه. هل يا ترى اتلتيكو مدريد ممكن يكسب ويشقلب ويغير الفكر خالص، وبالذات بعد ما كميه المصاريف اللي صارفها سيميوني وبعد خروجه من دور ال 16 اللي كان شكله غريب وشكله محزن بالنسبه لمشجعين اتلتيكو اللي هم القليلين جدا، بس في نفس الوقت الفرقه صارفه فلوس كتير. بس هل يا ترى انت هتصرف ومش تعمل اي حاجه خالص كده؟ تبقى غريبه برضه. مش عارف. بس كده كده يا خبر النهارده بفلوس بعد مباراه برشلونه واتلتيكو، مباراه برشلونه واوساسونا يبقى ببلاش. فاتمنى بقى ان انت تكون عملت لايك وشير وسبسكرايب لو انت لسه ما عملتش عشان ما ازعلش منك، وعلشان نعرف بقى هل يا ترى ريال مدريد يعني هيقزح ولا برشلونه هو اللي هيقزح. يلا، كان معاك جهاد العمري، فهنتكلم كوره. مش عايز اي حاجه، لو عايز اي حاجه بقى انا كده كده في الكومنتات معاك تحت على طول. سلام.